يا صباح الخير والامل والسعاده، صباح كل حاجه حلوه. بتمنى يا رب ان كل واحد بيشوفنا وبيتابعنا وكل مصر كلها تقابلها في حياتها يوم جديد مع حضراتكم وجمعه مباركه باذن الله. بصبح عليكم في مصر جميله، وكمان بصبح على طارق. صباح الخير يا صباح طارق. الخير يا نجلاء وصباح الخير على حضراتكم، يا رب يوم سعيد علينا وعليكم امين يا رب باذن الله. والنهارده في مصر جميله الحقيقه عندنا موضوعات متنوعه. هنتكلم عن التعليم، وهنتكلم عن مجموعه من المبادرات اللي بيقوم بيها يعني جمعيات المجتمع المدني. وهنتكلم كمان عن انت لسه ما صحيتيش؟ انا اللي ما صحيتش واضح. وهنتكلم كمان عن هيئة الاستشعار عن بعد. كتير مننا ممكن يكون سمع الاسم ده، انما هذه الهيئة يعني ايه وظيفتها او ايه مهمتها، ايه الدراسات اللي بتقوم من خلالها، ايه المشروعات اللي ممكن نستفيد منها من هذه الهيئة. لما نسمع الاسم كده للوهلة الاولى نقول انه لا ده ربما يكون منظومة أو منظمة بحثية قوية جدا، ربما بتعمل في أي مجال. الحقيقة كل الأسئلة اللي عند حضراتكم واللي عندنا أنا ونجلاء النهاردة أعتقد هتكون مهمة جدا في هذا المجال، ونعرف ما هي هذه الهيئة أو هيئة الاستشعار عن بعد. وهيكون معانا الدكتور ممدوح عابدين رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية، وهنتكلم معاه في هذا الأمر باستفاضة. هيئة من الهيئات المهمة جدا اللي ليها دور كبير جدا في ظل التطور التكنولوجي الهائل، واللي لابد ان احنا كلنا نتعرف على هذا الدور اللي بتؤديه بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للحالة البحثية في مجال الاستشعار عن بعد، لان كتير جدا ممكن ما يكونش اصلا عارف يعني ايه الاستشعار عن بعد، وده اللي هنحاول ان احنا نوضحه مع حضراتكم النهارده من خلال فقرتنا باذن الله. الحقيقة زي ما بنقول دايما من خلال مصر جميلة بنتبنى العديد من المبادرات اللي بتتم في ارض الواقع واللي بيتبناها العديد جدا. النهارده بقى بنتكلم عن مبادره مهمه جدا، كل انسان لابد ان هو يكون بالتاكيد حريص عليها، وبالتاكيد كل واحد فينا حريص جدا على كرامته. كرامتي اولا دي مبادره يعني عايزين نعرف ايه الهدف منها، خاصه ان بالتاكيد كل واحد فينا كرامته بتعتبر بالنسبه له خط احمر لا يمكن الاقتراب اليها، لكن بالتاكيد كمان كل واحد بيختلف منظوره وبيختلف تفكيره. يعني ايه كرامه، ازاي الانسان يحافظ على كرامته، وازاي ان احنا ننمي ده عند اطفالنا من وهم صغيرين. الحفاظ على الكرامه بيدي الانسان ثقه بالنفس، بيدي الانسان محاوله دايما للدفاع عن حقوقه في ظل يعني العديد من الصعوبات اللي ممكن يواجهها في حياته. ازاي يكون عندي القدره ان انا احافظ على كرامتي ولا اسيء للاخرين في نفس الوقت، لان كتير جدا ممكن يعتبروا ان ده مرتبط بده. لا بالعكس، اعتقد ان احنا النهارده هنتكلم عن المبادره دي ونشوف ازاي بيتم التبني الخاص بيها من خلال الاستاذ محمود حجاج المدير التنفيذي لحمله كرامتي اولا، ونشوف الحمله وتاثيرها بالنسبه للمجتمع وبصفه خاصه بالنسبه للشباب والسن الصغير. صحيح. واعتقد ان نجلاء انه مجموعه هذه المبادرات لما بيكون في تعاون بجد مع كل الشباب اللي بيبقى موجود، ومع الايفنتات اللي بيعملوها، وكمان استخدام السوشيال ميديا بشكل الحقيقه بانتشار اكبر، انا اتخيل انه بتجيب نتائج وبنقدر ان احنا نستفيد منها كمجتمع. وخلينا احنا كمان، لانه كلنا بقينا مرتبطين بمجتمع السوشيال ميديا او العالم الافتراضي اللي احنا بنعيشه واحنا موجودين فيه. بجد كل واحد بيحط ملحوظة من هذه الملحوظات، بيقول فكرة من هذه الأفكار بتعمم على مجتمع زي المجتمع المصري، أتخيل إن احنا نقدر نستفيد منها بشكل كبير. كمان وزارة التربية والتعليم قامت عن طريق مجموعة الإدارات التعليمية بتاعتها اللي بتضم بالتأكيد مجموعة من المدارس، فكرة وهي إزاي يفهموا أولادنا في المدارس فكرة تدوير القمامة، فكرة ان انا اقدر استفيد من كل الحاجات اللي انا ببقى خلاص مش عايزها او مش محتاجها. لو دخلنا البيوت عندنا هنلاقي حاجات كتير جدا فوق الدواليب، في البلكونات، مش عارف فين، حاجات كتير احنا بنحتفظ بيها. وارد جدا ان احنا لو فكرنا فيها في مجموعة افكار نقدر ان احنا نستفيد منها، وهي تدوير هذه الاشياء بعد ان انتهت الحقيقه الهدف الاساسي بتاعها. صحيح. ده هنعرفه وهنشوف الادارات التعليميه توجه ابنائنا الطلاب في هذا المجال ازاي، ايه الفكر اللي هم حاطينه. هيكون ضيفنا في هذه الفقره الاستاذ احمد شعبان مدير عام اداره المطريه التعليميه،
هنعرف كتير عن هذا الموضوع. خصوصا ان في دول يعني حتى بتستفيد من موضوع القمامه ده في الاقتصاد الخاص بيها، في دول بتستوردها علشان تعيد تدويرها وتقيم عليها العديد من الصناعات اللي بتساهم بشكل كبير جدا في اقتصاد هذه الدوله. اعتقد ان ده مهم جدا من الصغر كمان، يعني دايما بنقول وبنركز ان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والثقافه اللي بيتعلمها اي حد فينا من وهو صغير بيستمر عليها طول حياته. لو الطفل اتعود يعني ايه القمامه وازاي ان هو يعيد تدويرها وازاي ان هو يستفيد بيها اقصى استفاده ممكنه، اعتقد ان ده هيساهم مش بس في الاقتصاد، في نظافه الشوارع وتجميلها، وده يعني هيؤدي في النهايه لعوامل ايجابيه كثيره جدا باذن الله نحاول دايما نركز عليها من خلال مصر جميله. دي فقراتنا ان شاء الله يا رب تكون فقرات نستفيد من المعلومات ونستمتع بيها مع حضراتكم. ناخد فاصل ونرجع على طول مع اول فقراتنا في مصر جميله.